تاريخ الحدث: مساء الأربعاء. مكان الحدث: سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، المغرب. تهم الاعتقال: النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسب والقذف، بناء على شكوى من زملائه الفنانين الذين شاركوا في سلسلة تريكة القنب التي عرضت رمضان الماضي. التفاصيل: تم اعتقال الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي بناء على شكوى تقدم بها عدد من الممثلين الذين شاركوا في سلسلة كوميدية بعنوان تريكة القنب، والتي تم إنتاجها من قبل شركته وعرضت على قناة تيلي ماروك خلال شهر رمضان الماضي. المشتكون اتهموا جوادي بالنصب عليهم وعدم تسديد مستحقاتهم المالية وتجاوزات أخلاقية سابقة غير مشرفة. يذكر أن الكوميدي عبد الفتاح جوادي يواجه تهما سابقة في فرنسا، حيث حكم عليه بالسجن الموقوف لمدة 6 أشهر في عام 2019 بتهمة العنف اللفظي والتهديد بقتل زوجته، وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا حول سلوكه العدواني والمشكوك في أخلاقه. رد فعل الفنانين المشتكين: أكد المشتكون أنهم قدموا للعمل مع جوادي في العمل الفني التلفزيوني، وأنه تم تصوير 30 حلقة من السلسلة، ولكن بعد انتهاء فترة العمل رفض جوادي تسديد أجورهم وقام بسبهم وتهديدهم بالعدالة، وزعموا أن لديهم تسجيلات صوتية ورسائل نصية تدعم ادعاءاتهم. تطورات الجلسة: خلال جلسة المحاكمة قدم المسؤول عن الكاستنج للسلسلة تصريحات تغيرت عن الشهادة الأولى التي قدمها، وأفاد بأقوال أخرى لصالح جوادي، مما أثار استغراب وتساؤلات حول موضوعية شهادته. تأثير الاعتقال: اعتقال عبد الفتاح جوادي يعد ضربة قوية له نظرا لشهرته وشعبيته في الوسط الفني المغربي، ومن المتوقع أن تؤثر هذه القضية على مسار مستقبله المهني وسمعته. الخاتمة: القضية تثير اهتماما وجدلا واسعا في الوسط الفني، وتسلط الضوء على قضايا الأخلاق والنزاهة المهنية.